امام عاشور في الاهلي، وايمن اشرف ومحمد شريف صفقه القرن في نادي الزمالك. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نتكلم عن انتقالات النادي الاهلي وانتقالات نادي الزمالك. مبدئيا نتكلم في النادي الاهلي لان احتياجاته اقل بكتير من احتياجات نادي الزمالك. النادي الاهلي عنده مشكلتين واضحين جدا في بداية الموسم. هي ان الاجنحة بتاعته مش مستواها ثابت، وقابلت اصابات كتير مع بعض من المشاكل، فادت الى ان الاجنحة بتاعت نادي الاهلي ما هياش قد المستوى. ورغم البطولات اللي هي قدرت انها تجيبها، الى ان برضو مش هم دول الركائز الاساسية اللي تبني عليها 5-6 سنين قدام. عندك طاهر محمد طاهر مثلا، هو بيأدي المطلوب ولكن مش افضل حاجة. يعني هو راجل بديل كويس جدا، بيتعامل في الكرات الهوائية بشكل مقبول، الكرات الارضية بشكل مقبول، تحركاته بشكل مقبولة، ولكن مش ده برضو اللي كان في طموحات النادي الاهلي في الوقت اللي تعاقدوا بيه مع طاهر محمد طاهر. نفس الكلام بيرستاو ابتدى الموسم بشكل غريب جدا، بيبتدي يفنش الموسم بشكل رائع جدا، وتذبذب المستوى دوت مش حاجة خالص مطمئنة، لان كان حسين الشحات بيأدي برضه نفس الفكرة، وهو ان اداؤه مش مستقر. وده مش انطباع ولا حاجة متعود عليها النادي الاهلي ولا جماهيره. انت عندك بركات كان واخد الخط ده اكتر من 7-8 سنين، انت مطمن يعني، مش بتفكر اصلا. بتحاول تلاقي احتياطي عشان لما تيجي تلاعب غزل المحله ولا بترول اسيوط، الفرق الخفيفه دي تريح بركات شويه عشان تنزل لاعب تاني. نفس الكلام كان ابو تريكه واحمد حسن والناس الجيل اللي هو مش هيتعوض في مصر كلها ده عامه. بس انا بتكلم ان مش دي الفكره، او مش دي الطريقه اللي السيستم بتاع النادي الاهلي ماشي بيها بقاله فتره، او اللي متعودين عليه عامه من النادي الاهلي. فعشان كده النادي الاهلي بيدور على جناح قوي. والجناح القوي ده هو مين؟ في الوقت الحالي المفاوضات رايحة في سكتين اتنين. السكة الأولى هو إن أنت تجيب كهربا هنا وتجيب فروت قوي، لأن احتياج النادي الأهلي الأساسي وده اللي لسه هنتكلم عليه هو فروت. الاحتياج التاني هو جناح. في حالة إن في الكهربا في الفترة دي هو فايق، فأنت مش عايز يعني ما تستغلش الفوقان ده احسن استغلال. لا، ده انت عندك طموحات ورا ان انت كهربا طول ما هو منور اديله، طول ما اللاعب فايق اديله. فبما ان انت ممكن تجيب فرود، فهتجيب كهربا في الهاف وترجع حسين الشحات، ويبقى عندك حسين الشحات وبيرستاوي الاثنين فايقين في الوينج ده. وفي نفس الكلام عندك كهربا فايق وحسين الشحات بيقدر يأدي هنا ويأدي هنا. يبقى انت قدرت ان انت تعمل قوة جديدة في النادي الأهلي، وتحدي جديد وتنافس جديد ما بين عبد القادر وحسين الشحات بيرستاو وكهربا. او الصفقه اللي جايه هتكون تريزيجيه. ابتدت مفاوضات والنادي الاهلي فتح خطوط اتصالات مع تريزيجيه ويشوف مدى امكانيه رجوعه للدوري المصري. تريزيجيه من اللعيبه اللي هي عقلها ضارب منها شويه وحابه الاحتراف حتى لو كان في الكوالالمبور. هو عايز يكون اللاعب المحترف المصري. حط براند اللاعب المحترف المصري في الدوري بقى الدنماركي الدرجه الثالثه الدرجه ال 18. هو بيلعب في فرقه في الدوري التركي، يعني مش من التوب ستار اللي هي يعني نقول جالاتا سراي بشكتاش، الاسماء البراندات القويه اللي هي على طول في دوري الابطال، وعلى طول عندها اسماء قويه، وعلى طول عندها منافسات ضخمه. ولكن هو بيحب ان يكون اسمه اللاعب المحترف. في الوقت الحالي تريزيجيه يعني ممكن نقول ان هو 30 31 سنه 29 سنه. المهم ان هو مش في يعني المراحل الشبابيه، او مش في بدايه حياته الاحترافيه، عشان نقدر نقول ان ده لاعب ممكن لو جبته الدوري المصري تاني هتكون اذيته وهتكون ضريت المنتخب والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه وقت الزنقه ده. فتريزيجيه ممكن يجي يحل ازمه فعلا، وده هو اول صفقه للنادي الاهلي اللي المفاوضات معاه شغاله. تعالى بقى نتكلم على حاجة ما كانتش على الحسبان ولا كانت على البال ولا على الخاطر. اتنين لعيبة حابين ان هم يخرجوا، والاتنين من اهم اعمدة النادي الاهلي. مين هم خالص بقى؟ مين هم قصدي؟ حمدي فتحي وكمان اليو ديانج. اليو ديانج بيطلب ان هو يخرج من النادي الاهلي. الراجل شبه الافارقه مش بيدوروا ولا على البطولات ولا على الانتماءات باستثناء علي معلول.
فبالتالي بتلاقي ان الافارقه دايما هو راجل اتبنى في بيئه فقيره، طموحاته باينه ومحدوده، وعارف هو عايز ايه من حياته. هو اصلا دخل مجال الكوره عشان حاجه واحده بس، الماني. هو راجل خد تاريخ مع النادي الاهلي، عمل سمعه كويسه في الدوري المصري، سمع جامد في الوطن العربي، فعايز المرحله اللي بعدها هي كتير، عايز كتير. نفس الكلام حمدي فتحي، جاله عرض ما بيترفضش، عرض لازم ان انت مش تفكر فيه مره واثنين وثلاثه. لا لا، انت ممكن خلاص، انا مع النادي الاهلي قدرت اخد دوري، كاس، سوبر، كسبت الزمالك، خدت دوري ابطال افريقيا، خلاص عملت كل حاجه في المحيط بتاع النادي الاهلي والدوري المصري او في القاره عامه. يعني لو انا لاعب كوره وهبتدي من حياتي افكر يا ترى هاخد ايه، لازم اول حاجه اركز فيها البطولات. فلو خدت بطوله او اتنين ده بيكون كويس جدا، لكن لما اخد 5 6 7 بطولات، لا، من هنا ابتدي اغير الكارير. الكارير بقى بيكون عند اللعيبه المصريه يا حاجه احتراف خارجي يا احتراف خليجي. وفي الحاله دي او في الحاله دي الطموحات بتختلف شويه. هنا بيكون عايز يكون لاعب محترف وكبير وبيضمن مكانه في الدوري المصري، قصدي في المنتخب المصري، وهنا لاعب بيدور على الماديات. لكن العرض المادي اللي جه لحمدي فتحي هو عرض ما بيترفضش، 4 مليون يورو تقريبا او 4 مليون دولار. المهم ان ده رقم صعب انك يعني تاخد في ثواني في التفكير حتى. وعشان كده النادي الاهلي ما قدرش يقف قدام رغبه حمدي فتحي في الاحتراف في قطر، والراجل اتكل على الله. اذا المركز ده اصبح مقلق شويه. فالنادي الاهلي في نص الموسم راح مدخل مروان عطيه وسط المنظومه، ولان هو لاعب كويس جدا قدر ان هو يخش جوه لعيبه النادي الاهلي بسرعه وضمن مكان اساسي. ولكن ما يزال عندنا نقطه ضعف، عمرو السولية مش بيقدر يديك زي الاول. نفس الكلام، انت ما عندكش جارديانج، وكمان العناصر الشابه مش هي نفس المستوى اللي تقدر توقف النادي الاهلي على رجليه. واذا هنا النادي الاهلي دور على بديل في نص الملعب يكون كويس جدا ومركز قوي في الملعب، وهو مين؟ رضا بوبو، محمد رضا بوبو. الراجل ده لعيب كويس جدا، لعيب نادي فيوتشر يعني في بيتها. اساسا اداره نادي فيوتشر يعني من الاداره القريبه جدا للنادي الاهلي، ومش هتمنع ان هم يعني ياخدوا اللاعب ولا حاجه، ولا يقفوا قدام رغبات النادي الاهلي. على كمان حتى انت لو متابع شويه، الولد ده كان بيقول ان هو يعني والدته بتقول ان هو زملكاوي، بس الكوره دلوقتي اصبحت ما بقاش فيها زملكاوي واهلاوي، الكلام ده خلاص بقينا نقعد مع بعض انا وانت كده على القهوه تقول انت اهلاوي وزملكاوي، لكن ده اصبح شغل بيزنس. الشغل فين؟ في النادي الاهلي. الشغل فين؟ في نادي الزمالك. نفس الكلام بقى. يعني النادي الاهلي بيسعى دلوقتي لضرب النادي الزمالك بقوه قبل ما ياخد الضربه من نادي الزمالك ونفتح الباب لنادي الزمالك. ايه هي الضربه اللي بقوه عند نادي الزمالك؟ هو ان امام عاشور واحمد فتوح ده فاضل له سنه في العقد بتاعه، وده محترف اصلا بره عن نادي الزمالك، ولكن الاثنين يربطهم اسم نادي الزمالك، ولذلك نادي الزمالك لحد دلوقتي ما جددش لاحمد فتوح، ولحد دلوقتي ما ضمنش فكره امام عاشور. على الرغم من ان جمهور النادي الاهلي يعني قال معترضا ان امام عاشور يجي النادي الاهلي، الا ان النادي الاهلي ما بيفكرش كده خالص، واخر حاجه ممكن يفكر فيها ان هو يمشي ورا الجمهور. هو اداره النادي الاهلي سيستمها واحد ومعروف، راي الجمهور، راي الاداره، راي المدير الفني، 3. لو ال3 اتفقوا على حاجه واحده بس، اللاعب ده مستحيل يجي. لكن لو في اختلافات ساعتها بتقيم الامور وبتشوف ايه الدنيا. النادي الاهلي ابتدينا نسمع اخبار جوه النادي الاهلي ان الراجل يعني كولر مش عايز الفراوده اللي عنده. شادي حسين بقى بمحمد شريف بحسام حسن اللي طالع اعاره بشويه الافارقه اللي على حس النادي الاهلي زي والتر والواد مكسوني، في حاجات كده ايه كتير كده. هو عامه خد كل دول كده وقال لك دول انا مش عايزهم، حط دول كده، انا عايز فروت قوي. فبالتالي الزمالك ابتدى يشتغل على الحته دي، والاهلي ابتدى يعرف الموضوع ده. فمحمد شريف اللي على الساحه دلوقتي حصل اكتر من نقاش ما بينه وما بين كولر، يعني اقرب لمشكله عايز يعرف اسباب عدم مشاركته ايه. ولذلك الفترة اللي جاية عايز اقول لك ان محمد شريف درجة مشاركاته في المباريات هتقل تدريجيا.
يعني الموضوع مش هيكون سهل خالص على محمد شريف الاستمرار داخل النادي الاهلي، او بمعنى اصح يرضى ان هو يقعد لاعب احتياطي. محمد شريف سوري ايمن اشرف. ايمن اشرف هو اللي يعني دلوقتي مش مجدد مع النادي الاهلي، والكلام معاه عن ان هو هيخرج. اداره النادي الاهلي بقى سمعت كل الكلام ده. طب الناس دي لما تخرج هتروح فين؟ هتروح الزمالك. طب هنعمل ايه؟ لازم نجيب امام عاشور. وهنا بقى اسم امام عاشور ابتدى يتذكر، ويعني الولد بيتعرض عليه اكتر من مغريات ماديه، وكمان حتى النادي الاهلي يعني معروف عنه ان هو النادي الاهلي يعني نادي بطولات، يعني هتلاقي ان انت ايه 100% هتاخد بطوله في النادي الاهلي 100%. فبالتالي ده مش امر جديد ولا غريب على اي لاعب في الدوري المصري. فنقدر نقول ان النادي الاهلي مركز قوي على ضرب نادي الزمالك، او يحمي نفسه من اي ضربه جماهيريه من نادي الزمالك. قفلنا باب النادي الاهلي، تعال نتكلم عن نادي الزمالك. هنبتدي من حيث ما انتهينا عند النادي الاهلي، وهو ايمن اشرف ومحمد شريف. نادي الزمالك بيدور على صفقة جماهيرية يصالح بيها الجمهور بعد الموسم الانتقالات الزفت اللي حصل السنة اللي فاتت. وعشان كده النادي الزمالك بيركز جدا على انه يجيب اللعيبة اللي هتقدر او هتعرف تخرج من النادي الاهلي، او النادي الاهلي ما بقاش في احتياج ليها دلوقتي. وعشان كده نادي الزمالك ركز على مين؟ ركز على ايمن اشرف. وشوف بالصدفة ويا سبحان الله، ايمن اشرف لعيب مدافع بيلعب بشماله، وده اسوريو اللي طلبه بالظبط من نادي الزمالك. اسوريو مش حاجة مختفية على اي حد، وده خبر منتشر في كل مكان ان النادي الزمالك بيبحث عن مدافع قوي جدا بيلعب برجليه الشمال، وابتدى يظهر اكتر من اسم زي مثلا ايمن منصور. ولكن يعني احمد ايمن منصور ما كانش هو اللعيب اللي على الرادار، ولذلك نادي الزمالك لقى ان في فرصه ممتازه. انا ليه ما اجيبش؟ ليه ما جيبوش؟ يعني انا عندي لاعب زي ايمن اشرف في الساحه وما خدوش، ده تبقى مشكله عندي بصراحه. يعني لو اضرب النادي الاهلي وجماهيره كمان واحد كباتن النادي الاهلي، لا دي صفقه من كل النواحي ربحانه. الثانيه محمد شريف. نادي الزمالك مش لاقي بديل قوي لسيف الدين الجزيري، ولان ابراهيم انضاي ما قدمش المستوى او طريقه اللعب اللي تفيد نادي الزمالك، هي مقبوله ولكن مش هو ده اللي الزمالك منتظره. نفس الكلام عمر السعيد، نفس الكلام مروان حمدي، نفس الكلام اي لاعب جه النادي الزمالك سيف الدين الجزيري بيلعب عليه. الزمالك بقى السيستم بتاعه فرود متحرك، والفرود المتحرك المصري الوحيد هو مين؟ محمد شريف. لانه اساسا ما كانش بيلعب فرود، ويا اما بيلعب تحت الفرود يا اما بيلعب هاف. فالراجل ده واخد على انه يتحرك في المساحات، فلما بالتالي تحطه في البوكس هو بيشتغل شغلته تحرك في المساحات، وده اللي مخلي كهربا من احسن اللعيبه في الدوري المصري دلوقتي. وعشان كده نادي الزمالك بيدور على انه يضرب النادي الاهلي ضربه موجعه في احد اهم لعيبته، هو ايمن اشرف ومحمد شريف. نكمل بقى في باقي الصفقات. نادي الزمالك بعد ما كان قريب قوي من انه يتعاقد مع طارق حامد، فجأة كده النادي الاتحاد قال لك احنا عايزين طارق حامد ومش هنسيبه. اللي خدم طارق حامد في القصة دي هو ان احمد حجازي اتصاب، واصبح نادي الاتحاد يعني عنده مساحة من الاجانب اللي يقدر يسجل فيها طارق حامد ونجولو كانتي. مش قصتنا خالص، قصتنا ان نادي الزمالك ما زال او جاري البحث عن نص ملعب قوي، وهو يعني نقدر نقول ان في اكتر من اجنبي. ففي نص الملعب بتاع الوداد، وكمان يعني كان بن رمضان بتاع الترجي، بس يعني اتكل على الله وراح حاجه في تقريبا في تركيا او في بلجيكا احترف يعني. المهم ان نادي الزمالك بيبحث عن نص ملعب كويس جدا،
نفس الكلام بيدور على هاف. فمصطفى شلبي رغم التفوق والاداء المميز الا انه هو ما كانش قدم موسم كبير ممتاز، وفي نفس الوقت اتصاب، فعقبال ما يرجع من الاصابه محتاج واحد جاهز. فالزمالك دلوقتي داخل في خطوط مفاوضات قويه جدا وهيقدر انه ينتصر فيها، وبنسبه 90% اشرف بن شرقي راجع تاني لنادي الزمالك. رجوع محمود علاء ويوسف اوباما ده هيكون امر لا غنى عنه وشيء لابد منه. حمدي علاء ابن من ابناء نادي الزمالك لفه بره، ويعني خد رحله مصطفى محمد وهيرجع يسد كويس جدا في نص الملعب. خروج عمرو السيسي امر لابد انه يحصل. رجوع احمد عيد لابد انه هو يحصل، والزمالك ابلغ اللاعب ان هو مكانه موجود في نادي الزمالك ولابد ان هو يرجع. تجديد لمسلوسي، وكمان ده كان امر لابد ان هو يكون متواجد لان دي اركنه اساسيه في الملعب. في حاله خروج محمد عواد هتلاقي ان الزمالك بيتعاقد فوري على طول مع جنش، وهيرجع يقعد احتياطي لمحمد صبحي وهيختم حياته في نادي الزمالك. ده في حاله محمد عواد لو حب ان هو يخرج عن طريق نادي الزمالك ويروح بيراميدز. كمان بقى اخر حاجه خالص، وهو ان يعني عندنا كده في الدفاع رجوع محمود علاء، ومش فاكر اذا كنت انا قلتها ولا لا. وكمان عندنا بعض من المفاوضات مع بعض اللعيبه اللي هتكون يعني هي الصفقات السوبر اللي يعني اوقات بتكون فنكوش واوقات بتكون جامده. يعني في موسم واحد انت جبت ونجم وجبت بن شرقي، ونجم ما اداش المستوى المطلوب، ولكن بن شرقي اصبح سوبر ستار في نادي الزمالك. وعشان كده في بعض الصفقات اللي الزمالك بيكتم عليها ويعني قد يكون لعيبه قويه ولا، فاحنا قعدنا نايمين وصحينا على سامسونج ما حصلش حاجه. قبلها بكام سيزون قعدنا نايمين وصحينا على بن شرقي وحصل حاجات كتير حلوه. عشان كده انا بقول لك ان شاء الله وباذن الله الزمالك يعني بيحضر لموسم انتقالات قوي. بعيدا عن ان انت هتشارك في الكونفدراليه، انا واحد من الناس كان نفسي الزمالك يشارك في دوري الابطال عشان يستمر المنافسه. النادي الاهلي بيحاول يحافظ على لعيبته وبيقوي زي ما هو، وبكده اكون انا وصلت لنهايه توقعاتي اللي هي ممكن تكون في الشق الكروي في قصه الصفقات. وبكده اكون انا خلصت كلامي. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.